شلونكم متابعينا؟ اليوم حنسوي وياكم الكبة المشوية. راح نشويها بالفرن. اللي ما عنده يعني حطب أو شي بالفرن، بطريقة سهلة ومبسطة. نحتاج للحشو لحم مفروم وبصل، هنا عندنا وملح وفلفل، وبالأخير نحط جوز والدهنة. أما للحشو يعني القشرة الخارجية نحتاج برغل ناعم، وهنا عندنا برغل أسمر، وراح نحتاج مكعبين 3-4 لحم شرح، ونحتاج ليمونة وبصلة وملح وفلفل. هسه نبدي وياكم. نبدي هنا بمقلاية، نحط اللحم المفروم. ما يحتاج احط زيت او دهن، لانه هو اللحم شوية دهين. هسه نحط شوية بصل، بعد ان حمصت اللحم والبصل هسه نضيف لها ملعقة مال شاي ملح، فلفل اسود، ونقلبها تقليبتين 3 ونطفيها. بعد ان طفينا على اللحم هسه ناخذ كوب ونص برغل ناعم من هذا، وناخذ كوب ونص برغل أسمر، نحط لهم كاسة مي ونتركها على جنب. هنا نقلبهم زين يتشربون المي، نتركهم. ناخذ عندنا البصلة نقطعها. هنا عندنا ناخذ قشر ليمون، وعندنا هنا اللحم، هنا خاشوقة ملح وشوية فلفل أسود، ونخلطهم بالمثرامة مال اللحم أو المثرامة الماكينة ست البيت. هنا عندنا بعد ما ريحناها شوية بالمي وعجناها، خليناها شوية ساعة بالثلاجة شوية تتلابس حبة البرغل ويا المواد الثانية. هنا عندنا الحشو، هنا عندنا الحشو برد، لازم يكون بارد. نجيب عليه اللية الدهنة، هنا ونحط وياها كوب جوز. تمام. واللي يحب دبس رمان وهي اكيد يعني، هنا نضيف له نص فنجان دبس رمان. نخلط المواد، هنا حطينا الحشو
هنا نجيب مي مثلجة تكون، وليمون، شرايح ليمون ونعناع. ليش مثلجة؟ لأن هي الكبة لازم تكون يعني نشتغل بيها باردة. هسه نجيب قرص ناخذه بيدينا، نفتحه شوية شوية. لازم تكون العجينة رقيقة، شوف شلون. وناخذ من الحشو ونبدي نلمها بهالطريقة. نبدي ندعبلها بهالشكل. نساويها، نجيب صينية فرن. هنا عندنا، أنا حطيت ورق زبدة حتى ما تحتاج نزيت القالب صينية. وهاي هنا عندنا القرص. ناخذ مرة ثانية وياكم. لازم نرققها. اللي ما يقدر يسيطر عليها يحط كيس نايلون ويسوي طبقتين، وياخذ أول طبقة يحط لها حشو ويرجع يغلقها. طبعا اللي يحب يشويها على الفحم أفضل، بس أنا لأنه يعني ما عندي فحم أو شيء، راح اليوم جربتها بطريقة الفرن. أنا جربتها قبل مرة وما شاء الله نجحت. شوفوا هذا القالب القرص مالت الكبة. كل ما تكون العجينة يعني عجنيها زين تكون مضبوط. هنا كملناها. ندهن وجهها بالسمنة حتى ما تتفتح الحباية مالت البرغل. هاي هنا عندنا طلعناها من الفرن. هاي هنا سويناها للتقديم. أتمنى تعجبكم، لا تنسون تدعمونا باللايكاتكم الحلوة والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.